هل الجبنه القريش جبنه فعلا صحيه؟ طب هل الجبنه القريش فيها مخاطر على صحتي لو انا اكلتها؟ طب هل الجبنه القريش فيها مشاكل لو انا حطيتها في نظامي الغذائي؟ تعالوا النهارده نعرف ايه هي فوائد الجبنه القريش وايه هي الاضرار كمان بتاعه الجبنه القريش. اهلا بكم. اول حاجه يا جماعه، لازم تبقوا عارفين ان الجبنه القريش من اقدم الجبن الموجوده في العالم، وكمان بترجع تاريخها للعصر الفرعوني. الجبنه القريش تعتبر من الجبن الطريه، ودي موجوده في كل ثقافات العالم. على سبيل المثال زي ايطاليا عندهم حاجه اسمها جبنه ريكوتا، وهي زيها زي الجبنه القريش بتاعتنا بس باختلاف المسمى. الجبنه الطريه او الجبنه القريش تعتبر من اسمها هي بتبقى فيها نسبه ميه كتير، فعشان كده بتبقى اسمها جبن طريه. الجبنه القريش هنشرح كده كانت بتتعمل ازاي. الجبنه القريش عباره عن اللبن، بناخده بنحلب البقره منه وبنحط اللبن في اناء فخار. انا بتكلم على الطريقه القديمه. بنحط اللبن في اناء فخار وبعدين بنسيبه ونعمل له عمليه ترقيد. طبعا الناس اللي اهلنا الفلاحين عارفين الكلام ده، ان احنا بنحفظ اللبن في درجه حراره من 20 ل 25 درجه مئويه لمده 24 ساعه. بعد ال 24 ساعه بيحصل ان اللبن بيفصل وبيبقى على الوش بيعمل طبقه قشطه، ومن تحت بيتكون الخمائر بتعمل تكتل للمواد الصلبه بتاعه اللبن، فبينتج عنه الشرش بتاع اللبن بيفصل، بيبقى فيه ماده زي الكتل دي اللي بنعمل منها الجبنه. بنجيب حصيره نظيفه وبعدين بنحط شاشه وبنحط او حته قماشه يعني شفافه خفيفه، بنحط فيها اللبن ده، وبعدين بنحط شويه ملح وبنبتدي نلف الحصيره لحد ما بتبقى في شكل الاسطوانه، وبنسيبها لمده 24 ساعه كمان لحد ما الميه الزياده اللي فيها تنزل، وبعدين بتتقطع وتتشال في المكان بتاعها، بتبقى طبعا بميه الشرش بتاعتها. طب احنا بنحط ملح ليه؟ عشان نطول العمر الافتراضي بتاعها، لان طبعا موجود فيها ميه كتير قوي، فدي بتعمل يعني تبطيء لعمليه الفساد بتاعتها. طبعا اللبن ما بيبقاش متسخن، ما بيخشش في معامله حراريه خالص، بيبقى محلوب فريش وبيخش على طول على مراحل التصنيع. طبعا الموضوع ده طبعا من قديم الازل ولحد دلوقتي، من ايام الفراعنه لحد دلوقتي، واحنا بنستعمل الجبنه كده في الفلاحين، بنعملها في القرى بنعملها بالشكل ده، ولحد دلوقتي موجوده بالشكل ده. طب ايه بقى المشكله؟ المشكله يا جماعه ان في ناس بتقعد تقول ان الجبنه القريش ممكن تتغش. اولا الجبنه القريش ما تنفعش تتغش، لان الجبنه القريش مجرد ما دخل فيها سبحان الله اي عامل غريب بيفسد عمليه التجبين بتاعتها، يعني الجبنه ما بتتكونش. في ناس بتقول مثلا طب ما الشركات دلوقتي اللي احنا بنشتريها من السوبر ماركت والشركات الكبيره والشركات المتوسطه ممكن تغش اللبن او تحط فيه لبن بودره. الكلام ده مش صح، لان الفلاح عشان يودي اللبن يوديه المصنع لازم يحطه في اختبار اللي هو بتاع الانتبيوتيك الحيواني، يشوف فيه في اللبن بواقي انتبيوتيك حيواني ولا لا. لان لو ثبت ان في بواقي انتبيوتيك حيواني في اللبن اللي موجود في المصنع بيتم اعدامه فورا، لانه لن يصلح ان هو يكون جبنه. فطبيعي الفلاح او صاحب المزرعه عايز يكسب، والمصنع عايز يكسب مش عايز يخسر، فلازم الاثنين يكون ما بينهم اتفاق ان اللبن يروح لهم فريش او يجي لهم من غير ما يكون في اي شوائب او اي مشاكل. طب هل الجبنه القريش مفيده؟ الجبنه القريش فعلا مفيده، لانها مليانه بالكالسيوم ومليانه بالفوسفور، وكمان مليانه بالانزيمات بتاعه اللبن، لان اللبن ما تعرضش لاي معامله حراريه، فاللبن فيه انزيماته كلها. طب في مشكله؟ مفيش اي مشكله. الست الحامل تقدر تاكلها، المرضعه تقدر تاكلها، الطفل يقدر ياكلها، اللي عنده القلب يقدر ياكلها، اي حد يقدر ياكلها، لان هي مفيده جدا. الناس بتتبع دايت ممكن تاكلها. فمع اذنكم يا جماعه ما تسمعوش كلام الناس اللي بتقول لكم لا الجبنه مش مفيده، لا الجبنه القريش خطر. محدش يمشي ورا الاوهام ومحدش يمشي ورا الناس دي. اتمنى لكم كل الصحه. كان معاكم احمد محمود من قناه وصفه سهله مع احمد. ما تنسوش دعم المحتوى يا جماعه عشان فعلا ده بيفيد. مع السلامه.